أهلا بكم في حلقة جديدة مجمعة خاصة من بودكاست كسرة وبداية. البودكاست اللي بيحكي عن رحلتنا الداخلية كبشر، من الكسرة للوعي لحد ما نوصل للسلام النفسي. في الفيديو ده جمعت لكم 5 حلقات صغيرة، كل فيديو بيمثل محطة في رحلتنا النفسية من الخوف لحد ما ناخد قرار حقيقي نبدأ بيه من جديد. وما بين كل محطة والتانية هكلمكم بكلمة بسيطة مني نربط بيها بين الخطوط. في كل رحلة تغير بيكون أول حاجز تقابله هو الخوف اللي بيعطلنا ويحبسنا جوه نفسنا. تعالوا نبدأ من هنا. الخوف مش دايما بيبان، وساعات بيستخبي تحت ابتسامة أو تحت كلمة أنا تمام، لكن جواك في حاجة بتتكسر كل يوم. أوقات الخوف بيخلينا ننسحب أو نبعد عن الناس، عن نفسنا، حتى المحاولة بنرفضها ونقول أنا مش قد الوجع ده تاني. بس على فكرة الخوف مش هو العدو. الخوف أحيانا بيكون صديق، بيفكرك إنك بني آدم، إنك لسه عايش ولسه عندك مشاعر. السؤال مش إزاي ما تخافش، السؤال الحقيقي هو هتعمل ايه وانت خايف. اصل في ناس الخوف يشلها، وفي ناس بتمشي وهي بترتعش، بس بتمشي، وده هو الفرق. علشان لو مستني تبقى جاهز 100%، صدقني عمرك ما هتبدأ. البداية دايما بتيجي وانت مش مستعد. خايف تبدأ، ابدأ وانت خايف تغلط، اغلط واتعلم. خايف تقع وقوم، بس ما تقفش مكانك، لأنه الجمود هو الموت البطيء. أنا عارف إنك خايف، بس صدقني جواك حاجة أقوى من الخوف. جواك قوة محتاجة بس تقول أنا هبدأ، حتى لو هقع من تاني. عارف، ورا كل خوف في سؤال كبير، هو أنا بقيم نفسي بإيه؟ هل أنا فعلا شايف قيمتي، ولا مستني حد يظهرها لي؟ عمرك سألت نفسك أنا قيمتي فين؟ أنا بسوي إيه في عيون الناس؟ طب في عيونك أنت، قيمة الإنسان مش بلبسه ولا بشغله ولا بكم لايك جاله. قيمة الإنسان بتبدأ من جواه. بس الحقيقة ناس كتير مش شايفة قيمتها. عارف ليه؟ لأنهم صدقوا الكذب اللي اتقال لهم: انت قليل، انت مش نافع، انت فاشل. وللأسف الكلام ده بيفضل عايش جواهم ويتحول لصوت داخلي، صوت يهدم بدل ما يبني. فكر معاه شوية، مين اللي قال انك لازم تبقى شبه حد علشان تبقى مهم؟ مين اللي قال انك محتاج تبهر الناس علشان تتحب؟ مين اللي قرر انك عادي؟ انت مش عادي، والله انت مش عادي، انت مميز. حتى لو مش شايف ده دلوقتي، قيمة الانسان الحقيقية بتبان لما يقع ويقوم، لما ينهزم ويرجع تاني يحاول، لما يتوجع ويقرر يكمل. لو محدش قدرك، انت لازم تقدر نفسك. لو استنيت الناس ترفعك هتفضل تحت كتير. بس اول ما تؤمن بقيمتك هتشوف الدنيا بطريقة تانية، وهتشوف نفسك زي ما تستحق. عشان كده عايز اقولك تعالى واعرف قيمة الانسان الحقيقية. ولما نبدأ نعرف احنا مين، نبدأ نبص حوالينا. مين اللي حوالينا؟ هل هي علاقات إيجابية ولا علاقات ضارة؟ علاقات بترفع من شأننا وبتعلم من قيمتنا، ولا بتكسرنا ولا بتكسر فينا؟ علشان كده عايز أقولك خلي بالك، وأنا هنا بعرفك ما هي العلاقات الإيجابية. العلاقات مش دايما بتكون أمان.
أحيانا بتكون كسرة ووجع مش بيخلص. في ناس دخلت حياتك عشان يعلموك تمشي لوحدك، وفي ناس دخلوا علشان يكسروك وتقوم أقوى. أصل الناس مش دايما شبه نيتك، انت نيتك طيبة لكن مش الكل كده، وده مش ذنبك، بس ذنبك انك تفضل تعطف وتساعد وتنسى نفسك. في علاقات لازم تخلص علشان تبدأ تشوف نفسك. في ناس لازم تمشي علشان قلبك يرتاح. عارف أصعب حاجة في العلاقات إيه؟ إنك تكون موجود بكلك واللي قدامك مدي جزء من حياته. العلاقات مش بعدد السنين، العلاقات بكمية الأمان اللي بتحسه وانت مع الشخص ده. العلاقات الحقيقية مش بتتكسر ومش بتستغل، مش بتهز ثقتك في نفسك. لو لقيت نفسك بتتكسر جوه علاقة يبقى دي مش علاقة، لا دي تبقى حرب نفسية بلبس حب. بس صدقني في ناس هتيجي وتقف جنبك في حب حقيقي نضيف آمن، بس لازم تبدأ بنفسك وترجع تحبها قبل ما تطلب من حد إن يحبك. عارف لما نفهم نفسنا وننظف دوايرنا أو العلاقات المحيطة بينا، بنبدأ نحس إن إحنا عايزين نبدأ من جديد، بداية حقيقية، بداية شبهنا. وده اللي هنتكلم عنه دلوقتي. البداية، كل نهاية وراها بداية، وكل كسرة فيها درس، وأي وجع وراه باب مفتوح. الناس اللي مشيت والفرص اللي راحت والأيام اللي وجعت، كل ده مش نهاية، ده كان تجهيز علشان تبدأ من جديد. مش لازم يكون عندك كل حاجة علشان تبدأ، ومش لازم تكون جاهز 100%، المهم تبدأ. في فرق بين اللي بيحلم وبيستنى واللي بيحلم وبيتحرك. ابدأ حتى لو خايف، ابدأ حتى لو مفيش حد معاك، ابدأ حتى لو وقعت قبل كده كتير. البداية مش هتكون مثالية، بس هتكون نقطة التحول. أول خطوة أكيد هي أصعب خطوة، بس أول خطوة هي اللي هتغير كل حاجة. كل يوم جديد هو فرصة، كل شهيق هو وعد، كل لحظة فيها أمل. اوعى تستسلم، اوعى تستنى الوقت الصح، لأن الوقت الصح هو دلوقتي. ابدأ. بس البداية مش هتحصل لوحدها، لازم تاخد قرار نمشي، قرار نكمل، أو حتى نقف ونفكر. علشان كده خلونا نكمل سوا مع أهمية اتخاذ القرار والتخلص من الكسر النفسي لبداية جديدة وقوية. عارف اللحظة دي، اللحظة اللي بتكون فيها لوحدك وساكت، بس جواك دوشة، وفي نص الدوشة دي في صوت بيقولك خد قرار، بس انت بتسكته ليه؟ يمكن علشان خايف، علشان مستني اللحظة المناسبة، ولا علشان لسه بتقنع نفسك انك مش جاهز؟ مفيش حاجة اسمها جاهز. القرار مش بيجي بعد ما تطمن، القرار هو أول خطوة علشان تطمن. القرار هو البداية، القرار هو اللي بيحرك الدنيا. أنا شفت ناس فضلت سنين مستنية فرصة، مستنية شخص، أو مستنية جواب من السماء، بس كل ما الوقت بيعدي هم بيرجعوا خطوة لورا. زي مثلا واحد كان عنده مشاكل في شغله ويقدر يغيره، بس علشان اتعود على روتين معين بيكسر نفسه كل يوم، بس خايف، ففضل لحد ما اتكسر تماما. واحدة كانت عارفة ان العلاقة دي بتستهلك روحها، بس بتقول هستحمل شوية، وكل شوية كانت بتخسر من نفسها أكتر. في ناس خدت القرار
وقالت كفاية، مش علشان كانت أقوى، لا، علشان تعبت من الانتظار. وعارف، أول ما قررت الدنيا ابتدت تتغير. القرار بيحررك حتى لو بعده تعب. التعب اللي بيجي بعد القرار أرحم 1000 مرة من العيشة اللي كلها تردد. القرار اللي مأجله هو اللي مأجلك، هو اللي موقفك، هو اللي مخليك تحس إنك مش عايش بجد. النهاردة مش صدفة، والله ما صدفة إنك بتسمع الكلام ده. دي اللحظة اللي كنت مستنيها من غير ما تعرف. دي اللحظة اللي ممكن تبقى نقطة تحول في حياتك كلها. خد القرار حتى لو قلبك بيدق بسرعة، حتى لو مش شايف كل الطرق، خطوة هتفتح لك 1000 سكة. أنا مش بقولك إنه سهل، بس بقولك إنه يستاهل. خد القرار اللي نفسك ترتاح منه، وخلي النهاردة هو البداية الحقيقية ليك ولحياتك. الرحلة دي مش سهلة بس حقيقية، ودي كانت أول 5 محطات في بودكاست كسرة وبداية، اللي حاولت فيها أكتشف الكسرة اللي جواك وأحط لك لها بداية من الخوف لقيمة نفسك، لعلاقاتك، للبداية، حتى القرار. كل خطوة من دول لها تمن، بس أكيد لها معنى. استناني في الحلقات اللي جاية علشان نكمل الرحلة سوا من القرار لحد ما تبقى أنت اللي كنت بتدور عليه. أنا محمد عباس، ودي كانت كسرة وبداية. سلام عليكم.